محسن، يا محسن، تحت امرك يا شقي. ما تغيروا لنا الاغنيه اللي بقالكوا ساعه بتعيدوا فيها دي، زهقتونا. ما نقدرش يا فندم، اصلها سبيشال ريكويست من الباشا اللي قاعد هنا. طيب انا هروح اكلمه. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. معلش ممكن نستأذن حضرتك نسمع حاجه غير الاغنيه اللي شغاله دي؟ ليه، مش عاجباك؟ بصراحه انا اول مره اسمعها. لا، يبقى لازم تسمعها وتعرفها كويس، لان الاغنيه دي كانت الغنوه المفضله عند اخطر رجل في العالم. اخطر رجل في العالم؟ ايوه، مستر اكس. مين مستر اكس؟ معقول ما تعرفوش؟ ده المجرم اللي ما جاش زيه، كان مدوخ الانتربول والبوليس في العالم كله لدرجه ان اتعمل عنه فيلم. طب وفي الاخر اتقبض عليه؟ ايوه، بس هرب واتجوز واحده امريكانيه وواحده مصريه، وخلف من كل واحده بنت، وكل واحده من البنتين خلفت ولد. الامريكانيه سمت ابنها اكس على اسم جد الله يرحمه، والمصريه سمت ابنها مليجي. يعني هو كده عنده حفيد امريكي وحفيد مصري؟ بالظبط. وكان بيجي مصر هو وبنته الامريكانيه وحفيده الامريكي، ويزوروا بنته المصريه وحفيده المصري. وكان ولاد الخالة بيحبوا بعض جدا وبيلعبوا مع بعض لحد ما اتقطعت زيارات الفرع الامريكاني، وما بقاش حد منهم يعرف حاجه عن التاني. ومرت السنين ومات مستر اكس، وكبروا الاحفاد، وفضلت نانسي بنت مستر اكس زعيمة العصابة في أمريكا لحد يوم العملية. عملية إيه؟ هقولك، بس خد بالك، اللي هحكيهولك دلوقتي ده بيحصل في أمريكا بالإنجليزي. يا مستر اكس، انا مش عايزك تقلق خالص، مش عايزك تخاف، انا عايزك تهدى. يا دكتور مبدئيا كده انا عايزك انت اللي تهدى، لان خوفك ده هو اللي هيخوفني. calm down please. اوكي هحاول. اصل بصراحة العملية دي خطيرة جدا وتخوف. عملية ايه اللي تخوف يا دكتور؟ من امتى عمليات نفخ الشفايف بتخوف؟ ايوه، بس ما تنساش برضو ان النفخ فن مش عن. واو، انت بتقول شعر كمان. طب ما تسيبك من الطب وتحاول تستغل موهبتك دي وتبعت حاجة للأستاذ جاستن بيبر أو الأستاذة نيكي ميناج. بيني وبينك يا مستر، أنا حاولت بس للأسف معرفتش أوصل لهم. الموضوع محتاج واسطة، وكمان أصل أنا من أصول إنجليزية، وأنت عارف إن الوسط ده كله عنصرية. لا ولا يهمك، سيب الموضوع ده عليا. لعلمك أنا كمان بكتب شعر، ده أنا كتبت قبل كده أغنية لجاستن بيبر. مش معقول. إيه ده، أنت بتكدبني؟ لا مش قصدي يا مستر إكس، أنا قصدي يعني أسألك أنهي أغنية من أغانيه؟ الأغنية اللي اسمها اوعى تقول اوعى، اللي غناها هو والواد جاد ابن ويل سميث. الله، دي أغنية جميلة قوي وكسرت الدنيا. طب ليه ما كملتش؟ الحقيقة والله أنا كان نفسي أستمر، بس ماما قالت لي أركز في العصابة وأكمل إجرامي وآخد شهادتي، وبعد ما أنجح وأبقى زعيم عصابة أبقى أكتب أغاني براحتي بقى في الصيف. عين العقل. طيب ممكن بقى حضرتك تنجز وتخش تنفخ شفايف ماما عشان ورانا عمليات شريرة عايزين ننجزها؟ حاضر، بس توعدني بعد العملية نروح لجاستن بيبر سوا وتخليني أسمعه أشعاري؟ يا سيدي أوعدك، بس اخلص. حاضر يا مستر إكس، ده أنا هتوصب ماما على الآخر عشان خاطرك، على الآخر. ماشي يا سيدي، ادي هيتوصى بيك يا ست ماما عشان تبطلي تقولي عليا خايب ومش نافع في حاجه. يا ميلة بختك يا هاريكين، يا حظك المهبب يا هاريكين. في ايه يا فرخ؟ قصدي يا دكتور، انت بتولول ليه؟ اصل ماما شفايفها. لا، ما احنا بالايقاع ده هنقعد لبكره الصبح عشان الجمله تخلص. انجز. ماما مالها؟ ماما فرقعت. فرقعت؟ ايوه كلها؟ انا مش عارف اقول لك ايه يا مستر اكس، انا شغلت جهاز النفخ على الاخر عشان حضرتك تتبسط وتتوسط لي في موضوع جاستن، ما كنتش متخيل ان هي هتفرقع. طب هي ماما حاليا ايه ظروفها؟ يعني فيها حاجه سليمه؟ هو عارف حضرتك البالونه لما بتفرقع بيفضل منها ايه؟ بس فهمت. ارجوك تهدى يا مستر اكس. انا هادي يا دكتور. بص، انت هتدخل دلوقتي معايا بهدوء، وهتقعد على نفس الجهاز بهدوء، وهنفخك نفس النفخه وفرقعك نفس الفرقعه بهدوء. يلا. لا يا مستر اكس، ابوس ايدك يا مستر اكس. لا يا مستر اكس، لا. وقتل الدكتور فعلا؟ للأسف مفيش أي دليل يثبت التهمة عليه. أصل إكس ده مجرم خطير زي أمه وجده. وعمل إيه بعد كده؟ قبل ما أقولك عمل إيه لازم أعرفك على ابن خالته والحفيد التاني لمستر إكس. كان مجرم برضو؟ لا، ده كان عالم اتخرج من كلية العلوم وتخصص في فيزياء الكم، وكان بيشتغل على اختراع خطير
طب احكي لي اكتر عنه. ماشي، اللي هحكيهولك دلوقتي ده حصل في مصر في أحد المناطق الشعبية. يا صباح الفل والورد على أحلى أم في الدنيا. صباح الزفت والقطران على دماغك يا عالم الغبرة. ليه بس كده يا ماما؟ يا أم أنا مش قلتلك مليون مرة بلاش طاقة سلبية على غيار الريق؟ بقولك يا واد انت، اطلع من دماغي خليني اخلص الطبيخ اللي في ايدي. ويا ترى بتطبخي إيه يا ست الحبايب يا حبيبة؟ كشري يا واد، كشري. ومالك فرحانة قوي كده؟ ما انت كل يوم بتعملي كشري، ولما بتبقي تعبانة ومش قادرة تطبخي بتطلبي كشري ديليفري. بقولك ايه، عاجبك كل مش عاجبك ان شاء الله ما طفحت. بس خلاص قبل ما تبتدي الفقرة اليومية، أنا مش طافح، أروح أقابل خطيبتي وهاكل لما أرجع. الهدوم بتاعتي فين؟ منشورك كلها على الحبل، غسلتها الصبح وانت نايم. كلها على الحبل يا ماما، كلها؟ ده الحبل ده طوله قد إيه؟ أنا هسيبك مع الكشري وأشوف مشوار. ربنا يهديك يا مليجي يا ابن بطني، وسيبك بقى من جو الاختراعات والكلام لهبل اللي بوظ مخك ده. إيه القرف ده؟ الهدوم ريحتها عاملة كده ليه؟ أنت عملت إيه فيهم؟ يعني هكون عملت فيهم ايه؟ انت مش لقيتهم منشورين على الحبل؟ طب أنت بقى متأكدة إنك غسلتيهم قبل ما تنشريهم؟ لا بقولك ايه، الا غسيلي دي المنطقة كلها بتحلف بيه وبرصيته على الحبل. ليه بيحلفوا بيه ليه؟ حضرتك بتستخدمي مسحوق إيه يا فندم؟ مسحوق ده ايه؟ لا طبعا من غير مسحوق يا عينيا. واضح طبعا. اسأل اي حد في الشارع على غسيل ثانية اكس. وطي صوتك، احنا مش قلنا بلاش موضوع ثانية اكس ده؟ ليه يا حبيبي، ده اسمي وانا ليا الشرف ان اسمي مربوط بالراجل اللي ما جاش زيه، الراجل اللي دوخ الدنيا كلها، الراجل اللي ما فيش حد عرف يوقعه، ابويا مستر اكس على سن ورمح اكس. هو مين ده اللي دوخ الدنيا كلها ومحدش عرف يوقعه؟ ما سمير صبري قبض عليه في اخر الفيلم. هو ميزته الوحيده انه عرف يوقع شويكار وميرفت امين، البيضه المجنونه ام شعر اصفر. بس يا واد ده كلام افلام. يعني حتى الحسنه الوحيده طلعت كلام افلام؟ وبعدين احنا علاقتنا انتهت بيه من قبل ما يموت بكتير. ده حتى خالتي وابنها بطلوا يجولنا من سنين السنين. الله يرحمه، كان نفسي تطلع له، ده كان عليه هبه ايه تخطف. طب خلاص وطي صوتك وبعد اذنك بطلي تحكي للناس قصه انك بنت مستر اكس دي، مش ناقصه فضايح، محدش هيصدق الكلام ده. الست ثانية اكس، الست ثانية اكس، يا ثانية يا اكس. يا نهار اسود، مين اللي بينده ده؟ ده تلاقيه الراجل اللي جاي يصلح الغسالة. ايوه انا ثانية اكس. اللي جاي يصلح الغسالة عرف اسمك منين يا حاجة؟ اكيد من الضمان. يا دي الفضايح، مش كنت سمعتي كلامي وكتبتي الغسالة باسمي؟ ما قلناش اتفضحنا. ثانية يا اكس. ايوه يا سيدي اتفضل تعالى. هنا بيت الست ثانية اكس. يا عم قلت لك ايوه اتفضل تعالى بقى. الواحد بيشوف العجب في الشغلانة دي يا باشا. طب ممكن حضرتك تخش تشوف العجب جوه؟ ها؟ ولا تحب اطلع لك الغسالة انا بره؟ لا ازاي؟ ضروري هتفضل. يا رب يا ساتر. هو مش مكتوب عندك في العنوان يا هندسة رقم الشقة والدور وكل حاجة؟ لازمته ايه بقى السياح اللي انت عامله ده؟ انا قلت بدل ما اخبط على ناس غلط واعمل لهم ازعاج انده من تحت احسن. يا سلام على التفكير، بدل ما تزعج شقة تزعج شارع، ونعم التفكير والله. ويا ترى بقى الغسالة باظت ليه؟ انتوا بتغسلوا فيها الاسلحة بعد ما بتخلصوا العمليات الاجرامية ولا ايه؟ انت هتستظرف؟ اتفضل قدامي لو سمحت. الله. طب والغسالة؟ متشكرين قوي مش هنصلحها. انا نازل يا ماما، عايزة حاجة؟ ايه ده؟ هو الراجل صلح الغسالة؟ لا بلحقتش. ايوه يا ماما صلحها، وبيقول لك سيبيها ترتاح شوية وما تشغليهاش غير لما تفوق من البنج. طب استنى علق لها المحاليل. جوري يلا يا سخيف، يلا ده انت سخيف. وبعدين بقى هو هيقعد ساعة جوه ولا ايه؟ تاكسي يا انسه. متشكرة. ليه بس كده؟ ده انا لسه غاسل العربيه وحاطط فواحه جديده، ريحتها ايه؟ جامده قوي. ما تتلم يا بني ادم انت، شوف يلا انت رايح فين؟ انا رايح مكان ما انت رايح يا بطل. لا ده انت قليل الادب ونهارك مش فايت. هتعملي ايه يعني؟ مش انا اللي هعمل، خطيبي هو اللي هيعمل. فين خطيبك ده يا بطل؟ بيجيب ايس كريم من جوه، اهو خرج اهو. بقول لك ايه، انا خليت الراجل بتاع الايس كريم يعمل لنا فخفخينه مستيكه على فراوله على البان في نفس البوله، غريبه جدا. مساء الخير يا فندم. سلع عنب. ايه ده يا مليجي؟ ايه يا حبيبتي، ما كنتيش عايزاه بالبسكوت؟ بسكوت ايه وزفت ايه دلوقتي؟ انا مش فاهم انت قافشه ليه يعني؟ هما الستات كده يا كابتن، برميل نكد.
اهو واحد مهزأ اهو، لا يعرفني ولا يعرفك ومش عاجبه عصبيتك دي. تشكر هندسه. لا والله يا باشا ما بجاملك، انت شكلك مهزأ فعلا. انت هتقف تتكلم معاه بدل ما تديله بالجزمه؟ ايه يا عزه الكلام ده؟ هو عشان شكله مهزأ يعني هنديله بالجزمه على طول كده؟ ما تبقيش عنصريه بقى. عنصريه ايه انت التاني؟ ده بيقول لي يا بطل يا بطل. ايه؟ قال لك يا بطل؟ طب معلش بقى امسكي الايس كريم ده من ايدي بسرعه، معلش قبل ما يسيح. هات. انت ازاي يا بني ادم انت تتجرأ وتقول لخطيبتي يا بطل؟ ها؟ لا انا كان قصدي البطل اللي هو بتاع اللعبه اللي هي الايه؟ المصارعه؟ ايوه المصارعه، كان قصدي بقى انها شبه البطل اللي هو قصدك كرم جابر. ايوه بالظبط كده. هي فعلا فيها منه شويه. مليجي انت ازاي تقول ان خطيبتي شبه كرم جابر يا حيوان؟ في فرق واضح بينهم طبعا، الشنب. بس كرم جابر ما عندوش شنب. عزة عندها شنب. مليجي قصدي يعني ان اللي عملته ده ما ينفعش، انت غلطان ولازم تعتذر لها. اتفضل يلا. حقك عليا يا نسا، انا غلطان. عشان انت شاطر بقى واعترفت بغلطتك، امسك الايس كريم ده مكافأة ليك. ده اللي باين بقى على بتاع في نفس البوله، هيعجبك قوي. شكرا يا باشا، سلام عليكم. انت هتستعبط يا مليجي، انت بتديله الايس كريم بدل ما تضربه. يا ستي خلاص ما هو اعتذر، وبعدين الايس كريم وحش جدا انت ما دوقتيهوش، ملوش لزوم بقى نفرج الناس علينا. خدي الايس كريم. مش عايزه. ليه بس؟ ده جميل. قلت لك مش عايزه. امال عايزه ايه بس؟ عاوزاك تتقدم لي. انت ما بتزهقيش من الطلب ده؟ يعني انت كنت نفذته؟ ما انت بتعمل من بنها ومش مرسيني على بره، وانا بقى خلصت كل الحجج اللي برفض بيها العرسان اللي بيتقدموا لي. معلش بقى يا عزوزه يا حبيبتي، استحمليني شويه لحد ما الاختراع بتاعي ينجح. يا سيدي تقدم لي وكمل شغل على اختراع، ولما ينجح نبقى نتجوز. مش هينفع يا عز، مش هينفع. انا معيش فلوس اجيب بيهم الدبلتين والمحبس اللي هخطبك بيهم، ولو عرفت الم تمن الدبلتين مش هعرف اجيب تمن المحبس. وحضرتك ايش ضمنك بقى ان الاختراع بتاعك ده لو نجح الناس هتشتريه؟ ناس مين اللي تشتريه؟ انت فاكره ان انا بخترع مقاور كوسه؟ ده اختراع ملوش مثيل. ايوه يعني هيجيب لك فلوس منين يعني؟ فلوس الجايزه يا عز، جايزه نوبل. ليه؟ فلنبدأ في مراسم تتويجي رئيسا للعصابة. ولا حركه. ايه ده؟ انت مين؟